اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض وصفة الممبار بطريقة حلوة جدا، وازاي يطلع معاكي طعمه حلو وكمان ما فيهوش اي ريحة زفارة. وهنعمل جنبه كمان شوية فتة كده حلوين. يلا تابعوني على القناة بتاعتي. لو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. يلا بينا. طبعا عشان انضف الممبار كويس جدا بحط حوالي كده نص الازازة بتاعة الملح، ولو متوفر عندك اكياس ممكن تحطي كيس كامل، وتدوبي الملح كويس جدا في الممبار زي ما انت شايفة كده، وتدعكيه كويس جدا لحد ما الملح يدوب معاكي. بعد كده طبعا بجيب بقى الخل بتاعي كده، واحط حوالي من الكوباية من الخل زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، وبفركه كويس جدا كده مع الملح والخل، واسيبه لمدة 5 دقايق. طبعا جهزت الرز بتاعي بقى، ومعايا هنا التوابل بتاعتي فلفل اسود وبابريكا، ومعايا كمون وكزبرة ناشفة، وطبعا معايا 7 بهارات. هنا طبعا ربع كوباية من الخل زي ما انتوا شايفين، وهقول لكم الخل هنعمل بيه ايه. ومعايا معلقتين من الصلصة، وطبعا البصل والطماطم وفلفل اخضر، وكمان معايا بقى ملح، ومعايا فصين من الثوم انا بشرهم كويس جدا، ومعايا طبعا الخضرة بتاعة الممبار. طبعا الممبار بياخد حوالي كده طبعا لو كيلو ممبار بياخد قصاده كيلو رز، لو 2 كيلو بياخد 2 كيلو رز زي ما انتوا شايفين كده. انا هنا عملت طبعا جبت طبعا الطماطم حطيتها في الخلاط، وحطيت معلقتين من الصلصة زي ما انتوا شايفين كده، وكمان هبتدي احط طبعا فصين من الثوم اللي انا فرمتهم كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده. حطيت الثوم مع الصلصة مع الطماطم، وهجيب بقى طبعا الفلفل الاخضر، ولو عندك فلفل حار كمان مع الفلفل الاخضر كمان ممكن تحطيه، بيدي طعم حلو قوي. وهنا طبعا هحط بقى ربع كوبايه من الخل. عايزه اقول لكم بقى ان الخل بيدي طعم حلو قوي للممبار، ومزازه حلوه كده، وكمان بيخليه طعمه مسكر. هنا ضربت كله مع بعضه في الخلاط زي ما انتوا شايفين. جبت بقى حله على النار، وحطيت فيها شويه من الزيت، وطبعا معلقه من السمنه البلدي او اي سمنه زي ما انت تحبي، ودوبتها كويس جدا. وبدات طبعا انزل بالبصل زي ما انتم شايفين بالشكل ده، وطبعا هفضل اشوح البصل كويس جدا لحد ما يبتدي يتدبل معايا. طبعا ما بصفرش البصل يا جماعه، لان لما بيتدبل كده من غير ما يصفر بيدي طعم حلو قوي لخلطه المحشي او الممبار. هنا بقى طبعا بدأت احط الصلصة اللي انا ضربتها معاكم، الطماطم بقى والصلصة والثوم وكله مع بعضه وانا ضربته في الخلاط. هنا بقى طبعا حطيت الخضرة بتاعتي على الرز. الخضرة عبارة عن بقدونس وكزبرة وشبت. هنا بقى فركت الخضرة كويس جدا مع الرز عشان تبقى ريحتها حلوة وتدي طعم حلو قوي للممبار. وحطيت طبعا شوية من الملح، وكملت تقليب في الخضرة والرز. لازم تفركي كده الخضرة كويس جدا مع الرز علشان يدي ريحة وطعم حلو. هنا طبعا بعد ما الصلصه اتسبكت معايا طفيت النار، وبدات انزل بالتوابل. لازم احط التوابل بعد ما الصلصه تتسبك، واطفي النار طبعا. بعد كده بحط الملح بتاعي. هنا طبعا حطيت الكزبره الناشفه والفلفل الاسود والكمون والبابريكا، وطبعا حطيت ال7 بهارات. قلبت كويس جدا، وبدات احط الملح بتاعي. طبعا حطي الملح بتاعك زي ما تحبي، الكميه اللي انت عايزاها. انا هنا حطيت شويه، ولما بتحتاج ملح تاني بدوقها طبعا، وبشوفها محتاجة ملح تاني ولا لا. بفضل اقلب كويس جدا لحد ما كل التوابل دي تبتدي تدوب معايا. وحطيت هنا معلقة من السكر، وبقلب كويس جدا علشان السكر والملح والتوابل اللي انا حطيتهم يدوبوا كويس مع الصلصة زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. عايزة اقول لكم ان طعمها رهيب جدا، والخل كمان اللي انا حطيته في الاول كمان مدي مزازة للصلصة كده، ومديها طعم حلو قوي. طبعا هنا بعد ما حطيت التوابل وظبطت الملح بتاعي، حطيت الخلطة بتاعتي كده على الخضرة والرز وقلبتهم كويس جدا. وبدأت طبعا اجيب الممبار بعد ما غسلته كويس جدا من الملح والخل. جبته بقى كده وقصيت طبعا كله مقاس واحد. بجيب طبعا الحتة كده بتاعت الممبار واقيسه بالحتة التانية، واعملهم طول واحد علشان يبقوا مقاس بعض زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. طبعا انا غسلت الممبار كويس جدا وقلبته،
بدأت كده بقى اجيب الحشو بتاعي. طبعا في ناس بتحب تحشيه كده وتحط الازازه، وفي ناس بتحط قمع. طبعا انا ما بحبش الطريقه دي، انا بحب احشي كده بالطريقه البلدي بتاعتنا بايدينا. زي ما انتوا شايفين بفتح كده بصبعي الاتنين وابتدي احشي الممبار بتاعي. زي ما انتوا شايفين انا هنا حشيت الكميه بتاعتي كلها وما بملاش الممبار على الاخر، وكمان بسيب الطروف فاضيه علشان لما اجي احطه كده في ميه السليق ما يبقاش طبعا الرز يطلع بره الممبار عشان يقفل معايا. وطبعا حطيت في المية بتاعة الممبار كده، حطيت بصل وحطيت حبهان، ما بحطش ملح ولا بحط فلفل ولا بحط اي حاجة. زي ما انتوا شايفين كده انا طبعا طلعت الممبار كده بعد ما اتسلق، مفيش اي رزاية خالص في المية علشان مقفول كويس من الطرفين. مهم جدا طبعا وانتي بتحشي الممبار تسيبي الطرفين فاضيين كده علشان لما تحطيهم في ميه السليق يتقفلوا معاكي وما يطلعوش رز خالص في الحله. طبعا بعد كده هنعمل مع بعض الفتة بتاعتنا. زي ما انتوا شايفين بالشكل ده انا حطيت معلقة كبيرة من السمنة بلدي او اي حاجة عندك ممكن تحطيها. وطبعا بحمص العيش كويس جدا مع السمنة. في ناس طبعا بتحط العيش يا جماعة في الفرن علشان يتحمص معاها، دي حاجة كويسة جدا برضو، بس انا بحب احمصه كده مع حتة سمنة على النار وبشوحه كويس جدا، وبحط طبعا ملح وفلفل وبقلبهم كويس مع بعض. هنعمل مع بعض بقى صلصة الفتة في حلة على النار. هنا حطيت شوية من الزيت زي ما انتوا شايفين ومعلقتين صغيرين من الثوم المفروم، وهفضل اشوح الثوم كويس كده مع الزيت لحد ما يفك معايا. مش بديله لون لكن عايزاه يفك كده ويتشوح معايا تشويحة بسيطة. زي ما انتوا شايفين كده بالشكل ده انا كده بشوحه تشويحة بسيطة كده مع الزيت. وبعد كده ببتدي انزل بالخل بتاعي. هنا طبعا بعد ما الثوم اتشوح كويس جدا طبعا مش متحمر زي ما انتوا شايفين كده، مش مدي لون خالص، لونه ابيض زي ما هو. بعد كده بنزل بكوباية كبيرة من الخل. طبعا صلصة الفتة بتحب الخل كتير. وبعد كده ببتدي انزل طبعا بعصير الطماطم. طبعا بقلب كده ببتدي طبعا اسيب الثوم يدي غلوة مع الخل، وبعد كده بنزل بعصير الطماطم زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. اول ما تدي غلوة طبعا كده هبتدي احط التوابل بتاعتي، الملح الفلفل معلقة من السكر ده اساسي. بس طبعا بعد ما تدي غلوة بسيطة. هنا طبعا شفتوا بقى بعد ما ادت غلوة كده بدأت طبعا احط حبة من الملح وحبة من الفلفل الاسود وطبعا معلقة كبيرة من السكر، ما بحطش اكتر من كده زي ما انتوا شايفين كده. وبديها غلوتين كمان وبعد كده بطفي عليها النار. هنا طبعا حطيت معلقة كبيرة من السكر. هنا بقى هنحمر الممبار. تعالوا بقى ما اقولكوا طريقة تحمير الممبار. انا هنا بجيب الطاسة بتاعتي وبملاها من الزيت، يعني انت ممكن تحطي ازازة الزيت كاملة. لازم الممبار يا جماعة يبقى متغطي من الزيت خالص علشان يتحمر كله ويبقى لون واحد، وكمان ما يحرقش معايا ويطرطش معايا كده وافضل اقلب فيه. لا طبعا انت لما بتحطي الزيت كده كتير بيبقى كله لون واحد وما بتحتاجيش ان انت تقلبي فيه علشان ما يلسعكيش. شايفين بقى لونه عامل ازاي؟ طبعا اتحمر كويس جدا ولا حروق معايا ولا اي حاجة، وكمان كله طالع مع بعضه لون واحد. زي ما انتوا شايفين شكله عامل ازاي بقى، لونه كله زي بعضه. هنا طبعا هنبتدي نعمل الفتة. انا هنا طبعا عندي شوربة، شوربة اللحمة. طبعا حطيت شوية كده من الشوربة على العيش اللي انا حمصته زي ما انتوا شايفين. طبعا زي ما قلت لكم انا حمصت العيش وحطيت معلقة من السمنة وشوية من الفلفل وشوية من الملح، وطبعا حطيت طبعا حبة من الشوربة. وهبتدي طبعا احط شوربة كده لحد ما يبتدي يطرى معايا يعني طريان بسيط كده. وطبعا الرز زي ما انتوا شايفين طبعا كلنا بنعرف نعمل الرز الابيض، وبفرده كده في الطاجن بتاعي زي ما انتوا شايفين وبخليه كله سوا واحد. وبجيب بقى طبعا صلصة الفتة اللي انا عملتها معاكم وبحطها طبعا على الوش. عايزه اقول لكم ان الصلصه طالعه طعمها حلو جدا ومخليه الفتة ريحتها حلوة قوي. هنا بقى شايفين الممبار شكله عامل ازاي وكله لون واحد. طبعا مش عايزه اقول لكم ريحه المطبخ كانت مقلوبه جدا من ريحه الفته وريحه الممبار. بجد كانت الوصفه حلوه قوي وريحتها تجنن وكمان طعمها حلو قوي وهتعجبكم. جربوها بجد سهله وبسيطه، والطريقه دي حلوه قوي يعني يمكن من احلى الوصفات
امشي على الخطوات بالظبط نفس الوصفة كده ونفس المقادير، هتعجبك جدا وهتطلع الوصفة مظبوطة جدا، وكمان مش هتحتاجي ان انتي تحطي اي مقادير زيادة. امشي على الوصفة بالظبط وهيطلع الممبار معاكي تحفة في تنظيفه وفي التوابل وكل حاجة انا عملتها. اعملي نفس الطريقة وهيطلع معاكي الوصفة حلوة قوي. بجد اتمنى ان انا ما كنتش طولت عليكم، يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. اشوفكم على خير.